تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكو. لما تذل روحك قل. مساء الخير عليكم مشتركاتي الاعزاء، نقولكم واش راكم، واش الاحوال؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله دائما نصيبكم في الخير. نزيد مرحبا بالمشتركين اللي انضافوا ليا، نقولكم اهلا وسهلا ومرحبا، نورتوني ونورتوا قناتي. اليوم جيتكم بوصفه تاع مملحه تاع زيت كيمو. وش فيها هاد الوصفه؟ هنا عندنا هذا المول تاع المثلجات ولا تاع زيت كيمو. وش عندنا في هذا المملحه؟ عندي هذا الكاس تاع الروز، يعني الروز العادي. عندي 2 فصوص ثوم مسكرفجين، فلفل الكحل، راس الحانوت، كمية من الملح، قطع تاع الجبن، حبة تاع البيض، بطاطا طونزيت. عندي كمية من الزيتون قطعته مكعبات، عندي كمية من المعدنوس مقطع رقيق، بالإضافة للشابلر. أنا شابلر خبز حمسناه وطحناه. وعندنا جبن طاري اللي راح نحطوه في الحشوة. هنا باش نرجعوا للمملحه نتاعنا، نحكموا هذا الروز، نشلوه ونخلوه يغلى. هنا بعد ما غليناه في الماء والملح وبرد معانا كما راكم تشوفوا، ولا لنا معجن هكا. هنا واش نضيف له قطع تاع الزيتون، ونضيف له كميه من المعدنوس مقطع رقيق، ونزيد نضيف له هادوك فصوص تاع الثوم. عندي 2 فصوص تاع الثوم مسكرفجين. ونجيبو هادو التوابل. هنا الملح ما نكتروش، نضيف له الملح كميه قليله. نعرفوا باللي الرز كنا غليناه في الملح. نزيدو راس الحانوت وشويه فلفل الكحل هكذا. يعني هادو هما التوابل، عندنا 3 توابل. هنا واش نزيدو نجيبو بطاطا الطون، كنا نحينا لها هذاك الزيت هكذا. نهبطو كامل هذاك الطون. عندنا نعرفوا باللي المملحات ولا الرز بصفه عامه يتماشى مع الطون ويجي بنين هكذا. نفرغوا كامل هذيك الباطا تاع الطون. نزيدو هنايا نديرو الصفار تاع البيض، ونشوفوا اذا كان خاص مخصوصه نزيدو لها، نكملوا هذاك البياض. ونزيدو نضيفوا لها الجبن الطاري. نعرفوا باللي المملحات تحب الجبن هكذا، واللي ما عندوش الجبن الطاري يستبدلوه بالمكعبات. هنا الجبن هذا مكعبات نخليه جانبا، خاطش راح نحشوهم هذا المملحات بالجبن. هنا نبدا نخلطوا في هذا الروز ولا في هذا الخليط. هنا نكملوا هذاك نفرغوا هذاك البياض تاع البيض. انا نشوفوا باللي عندنا خلطه دات لي البيضه كامله. نبدا نخلطوا هذاك المزيج مليح يعني نطحنوا هذاك الرز. لازم نخلوه يعني يولي شبه عجين باش نقدروا نشكلوا المملحه نتاعنا. وقد ما تخلطوا المملحات نتاعكم تجي بنينه هكذا. خلطوهم باش يدخلوا هذوك المكونات، المقادير كامل يدخلوا في بعض. هنا نزيد له كميه من الجبن الطاري، يعني نعرفوا باللي الجبن يزيد لها البنه هكذا. ندخلوا مليح هذاك الجبن في المزيج تاعنا هكذا. يا راكم تشوفوا باللي تمزجت لنا مليح ونطحنت مليح هذاك الرز، ولا شبه نقدروا نشكلوه. هنايا ما نزيدلوش. هنا نحطوه جانبا، نروح نجيبوا القالب اللي راح نخدموا به. هنا عندنا هذا القالب تاع زيت كيمو ولا تاع المثلجات، وعندنا الجبن مكعبات. هنا نبدا نحط في الخليط هذاك في القوالب تاعنا هكذا. نوزعوا الخليط كامل في القوالب، يعني حاولوا توزعوه بالتساوي هكذا. وين نشوفوا قالب فارغ ندير له، يعني هذا القالب يرفد 4 وكل خطرة نديرو 4 ونقلوه هكذا. يعني هذه المملحة تجيكم بين 6 حتى ل7، انتم على حساب القالب اللي راكم تخدموا به.
وحتى اللي ما عندوش قوالب قادرين تستبدلوه، يعني بلا قالب قادرين تخدموا هاد المملحة، ديروها كويرات ولا ديروها صويبعات ولا خبيزات. يعني انا عطيت لكم الفكرة وانتم لكم الاختيار. يعني ماشي كيما عندناش القالب ما نخدموهاش. هكذا نحاولوا نعمروا هذوك القوالب تاوعنا ونضغطوا هذيك الحشوة باش تاخد شكل القالب. يعني تجينا المملحة تاعنا معمرة، ما تجيناش فارغة. هاكم تشوفوا كيفاش راني نساوي فيها ونضغط هذيك الحشوة باش تدخل كامل في القالب تاعنا. يعني تتشكل لنا مليح، وكي نجبدوها شادة روحها هكذا. يا هاكم ونديروا مكان وين راح نحطوا الجبن، تعرفوا باللي راح نحشوها بالجبن. هكذايا ندير وين نشوف قالب فارغ انزيد له كميه من الحشوه. هنا كملناهم حشيناهم كامل. هنا واش نجيبو هذا الجبن قطع. انا كل قطعه قسمتها على 2، ويعني كل قالب درت له نصف حبه تاع جبن هكذا. وضغطوا هذاك الجبن مليح باش يلصق لنا في المملحه نتاعنا، ونغطيها بالحشوه. حاولوا تضغطوها مليح. تعرفوا باللي رايحين احنا نقلوهم في الزيت باش ما يخرج لناش هذيك الجبن. والمملحه تاعكم تجي شكلها شباب هكذا. يا غطينا الشكل الاول، نزيدو نغطو الشكل الثاني. راكم تشوفوا كيفاش راني نضغط ونحاول نغطي كامل هذاك الجبن بالحشوه، واعطوها وجه املس. وهذيك الحشوه ما تخرجوهاش برا القالب، يعني يمشوا في القالب هكذايا. ونكملوا كامل الكميه اللي راه عندنا. هاكم تشوفوا يعني بكميه قليله تاع جبن قادرين نديروا مملحات. يعني اسهل من هذا المملحه ما كانش. هكذايا نحاولوا نغطوا كامل هذاك الجبن. يعني ما كاش لما يعني هذه المملحه بزاف بنينه ومليحه. او جاينا سيدنا رمضان والمملحات مطلوبين في رمضان وفي الضيافات ولا العرضات. هنا تبقى لي القطعه الاخيره نزيد نديرها هكذا. نضغط مليح وندير لها حشوه من الفوق، نغطي هذاك الجبن بالحشوه واعطوها يعني وجه املس باش تجي المملح تاعكم معدوله. هنا كملنا كامل، عمرنا القوالب. نروح نجيبو هذو القطع الخشبيه هكا وندخلوها مليح في المملحه نتاعنا باش تشد في الحشوه. نزيد القطعه الثانيه. يعني هادو انا كانوا في الدار ما شريتهمش. هكذايا ندخلوها مليح في المملحه نتاعنا هكذايا. حنا كملنا المملحات. هنا راكم تشوفوا كي كملناهم. دوك هنايا نديهم للمجمد باش تشد روحها. هنا جبنا البيض، خرجنا القوالب من المجمد. راكم تشوفوا كيفاش شادين روحتيهم يخرجوا لكم بسهوله. هنا واش نحطهم في الفارينه، نرمدوهم في الفارينه. ونزيدو نرمدوها، ندني لكم باش تشوفوا مليح. نرمدوهم مليح في الفارينه ونحو هذاك الفائض اللي تاع الفارينه، نفضوها مليح من الفارينه الزايده ونحطوها مباشره. ندنو لكم هنا في البيض. كنت تبلته معاكم بشويه قرصه تاع فلفل الكحل وقرصه تاع الملح هكذا. نمشوكها كامل البيض كامل في المملحه ونرفدوها برفق ونحطوها مباشره في الشابلر. حاولوا وين تلقاو ما مشاش فيها البيض ديروا لها كيما هنايا. انا ما تخليش فيها البيض مليح. شوفوا هنايا ونعدلوها بيدينا وروحوا معاها غير بشويه. يعني هذه المملحات تحب المساحفه. نزيد لكم قطعه ثانيه. شوفوا كيفاش راني نجبدوها برفق
هكذا حتى تتخسر لكم شويه. اعدلوها بيديكم، نحطوها في الفارينه، نديروا لها رشه بالفارينه هكذايا، نرمدوها كامل في الفارينه. يعني هذه هي اللي راح تعطيكم القرمشه في المملحه نتاعنا. هكذا ننفضوها مليح من هذيك الفارينه الزايده باش ما تجيش ثقيله بزاف، ونحطوها في البيض وندوروها مليح باش يجوز هذاك البيض كامل في الاطراف تاع المملحه نتاعنا. هكذايا يعني نروحوا لها برفق، يعني تعرفوا المملحه هذه حساسين. هكذا نقطروها مليح ونحطوها في شابلو. راني اشاك فوا راني نغسل يديا باش نرمد في شابلو ونشكلوها مليح. هكذا نضغطوا على هذاك شابلور باش يلصق مليح في المملحه نتاعنا ونحطوها في الطبسي. نزيد لكم وحده اخيره باش تستوعبوا الفكره وتشوفوها مليح. يعني ما كاش حاجات واعره، يعني حتى اللي استصعب بهذا المملحه يديرها كويرات ولا صويبعات. هنا نرمدوها في الفرينه، يعني اسهل من هذه المملحه ما كانش. نزيدوا لها في البيض، نرمدوها في البيض هكذا ونحطوها مباشره في الشابلور. نقطروا يدينا مليح ونرمدوها في الشابلور مليح، نمشوا لها هذاك الشابلور في كل انحاء تاع المملحه نتاعنا وعدلوها بيديكم بطبيعه الحال، يعني روحوا لها برفق هكذا حتى نكملوا الكميه بنفس الكيفيه. هنا نغسلوا يدينا. هنا بعد ما كملنا المملحات كما راكم تشوفوا كامل بنفس الطريقه، نروحوا نشعلوا على المقله، نحطوا فيها الزيت. كي يسخن هذاك الزيت نبداو نقلوا المملحات نتاعنا هكذا، اعدلوها ونحطوها في الزيت يكون مسخنينه مسبقا. هكذا نبدا نحطو في المملحات نتاعنا. راكم تشوفوا يعني ما يتفتحوا معاكم ما والو، يعني اسهل من هذه المملحات ما كانش. هكذا نديروا مسافه باش نخلو باقي المملحات نقلوهم كامل على ضربه واحده. هكذا نديروا مسافه باش نخلو بلاصه للمملحات اللي باقيين. هكذا يعني هذه المملحه كانت طلبتها مني متتبعه، يعني كاين شحال من مملحه فقط ما لقيتش الوقت الكافي باش نحط الوصفات. هكذا هنايا نخلوهم يشد يدوا هذاك اللون الذهبي ونقلبوه، يعني ما فيهمش حاجه الطيب، فقط يدوا هذيك القرمشه. هنا بعد ما يدي اللون الذهبي نبداو نقلبوا فيهم. راكم تشوفوا كيفاش راهم يطيبوا عادي، حتى الزيت يعني ما يتغيرش كي تكونوا نفضتوهم مليح. هكذا نقلبوهم، اللي نشوفوها تحمرت نقلبوها. هكذا راكم تشوفوا كيفاش اكتسبوا اللون ذهبي، ويعني يبقاو محافظين على الشكل تاعهم. يعني والبنه ما نقولكمش، نتمنى تجربوهم وتخلوا لي تعليقاتكم. هنايا هنايا راني نشوفهم اكتسبوا اللون الذهبي. هنا نبداو نرفدوا فيهم، نقطروهم مليح من الزيت. هكذا نقطروهم مليح من الزيت ونحطوهم على ورق هذا المطبخ باش يمتصوا هذوك الزيوت. هكذا نزيد نرفد لكم، راكم تشوفوا كيفاش كامل بشكل واحد وكامل جو معمرين ومحشيين بالجبن وقيمة غذائية عالية. هكذا نزيد نرفد الباقية هذوك المملحات حتى نكمل الكمية. راكم تشوفوا كيفاش خرجوا حتى نكمل الكمية. هنا كملتهم كما راكم تشوفوا. هنا يبقى التزيين. هنا هاكم تشوفوا فيهم بعد ما كملناهم وحطيناهم في القوالب ولا درنا لهم تزيين بسيط عادي. مملحة بسيطة اقتصادية ماشي مكلفة وبنينة.
هنا ما بقى لي غير نقولكم مع السلامة، الى الملتقى، وما تنساوش الدعم والاشتراك والبارطاج. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفة ثانية. الى اللقاء.